لو انت عملت حملات ب$10,000 وجالك منها عائد $100,000، انت متخيل حجم الربح اللي هيحصل بسبب الحملة دي قد ايه؟ هل انت متخيل كمان حجم الربح ده انت هتقدر تطور بيه شغلك ازاي، تطور بيه البيزنس بتاعك ازاي، تقدر انت تطور فيه العمل اللي يخليك تشتغل على حاجات اهم وتكبر وتوصل بالبيزنس بتاعك لنتيجة اكبر بكتير من اللي ممكن يكون المنافسين بتوعك شغالين عليها. اللي انا بحكيه دلوقتي ده اسمه ترانسفورميشن، ازاي صورة معينة لحاجة معينة ممكن تعمل لك نقلة نوعية في الهدف اللي انت عايز تعمله، فبنحكيها علشان تخليك تتخيلها. لو انت قدرت تعمل الترانسفورميشن ده ببعض الحاجات البسيطة زي اللي انا قلتها دلوقتي في الحملات بتاعتك، ده بيساعد العميل بتاعك انه ينتبه ان انت ممكن تساعده على ده. البيزنس، صاحب البيزنس او اي حد في مستوى قيادي في البيزنس عادة بيكون مشغول بشكل كبير قوي في الاوبريشن بتاعته وفي مسؤولياته والدي تو دي بتاعه، وبالتالي بيعدي عليه وقت ممكن ينسى هو كان عايز يروح فين، او لو فاكره بيبقى فاكره بشكل مشوش. لما بيطلع له حد يعمل له كامبين تفكره بالحته دي وتوري له ازاي هو المنتج او الخدمه بتاعته ممكن تعمل له ترانسفورميشن ده، فممكن جدا يكون ده وقت يقدر يكليك فيه مع الاعلان ده ويطلب منك الخدمه بتاعتك ويشتريها.